اذا لما تيجي تشتري مكمل لوكال براند مصنوع في مصر وفي حاجات كتيره محترمه، كل اللي عليك انك تعرف اسم المصنع، تفتح nfsa.gov.eg وتروح باصص على اسم المصنع مطابق لاي اسم من اسامي المصانع دي ولا لا. طيب هل معنى ده ان كل المصانع اللي بتصنع بدون علم هيئه سلامه الغذاء مضروبه؟ لا، مش شرط تبقى مضروبه، ولكن بنسبه كبيره مشكوك فيها، يعني مش تحت الرقابة الحكومية. فقد يكون استصعب الإجراءات بتاعة التسجيل وما قدرش يعملها، أو لسه، لأن إجراءات التسجيل دي عرفت إن هي بتاخد سنتين وقصص كبيرة كده، وخد الطريق السهل، قال لك خلاص هنزل المنتج وابيع في الكتيمي ومحدش بيدور. وخصوصا احنا في عصر الاي كوميرس، يعني ممكن اعمل لك موقع وابيع المنتج واعمل له تسويق ودور ورايا بقى، يعني محدش هيلاقيه لو في محل ولا في حاجه. هو اي كوميرس، تجاره الكترونيه بتتباع عن مواقع وسوشيال ميديا والكلام ده كله.